هاجم كلب يوم الخميس الماضي طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات بالقرب من منزلها بإقليم نواصر، ما تسبب في وفاتها يوم الأحد الماضي بالمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. وقال عبد العاطي والد الطفلة في تصريح لمصادرنا إن كلبا افترس ابنته الأسبوع الماضي أثناء عودتها من المدرسة، بحيث تسبب لها في جروح غائرة على مستوى الوجه والرأس، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وأوضح والد الضحية أن ابنته فارقت الحياة يوم الأحد الماضي متأثرة بالجروح التي تلقتها على مستوى الوجه بعدما عجز الأطباء عن تقديم المساعدة لها. وأضاف والد الضحية أن الكلب الذي افترس ابنته تعود ملكيته لأحد الأشخاص الذين يقطنوا بجواره، بحيث يعمل على تربية مجموعة من الكلاب داخل فيلته بإقليم نواصر. وطالب عبد العاطي من المسؤولين بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومعاقبة صاحب الكلب، قائلا: راح حرموني من بنتي، الله ياخذ فيهم الحق.